السلام عليكم. هذا مايلز لوغان قدر يسرق هو وصحابه واحد الجوهرة اللي تساوي 70 مليون دولار، ولكن البوليس غيلقاو عليهم القبض. ومايلز لوغان قبل ما يشدوه خبى الجوهرة في واحد المبنى، ومن بعد ما دوز العقوبة ديالو خرج ومشى للبلاصة اللي خبى فيها الجوهرة، وغيتفاجئ حيت تحولات المركز ديال الشرطة. فواش مايلز لوغان غادي يقدر يوصل للجوهرة؟ وإلا كان غادي يوصل ليها كيفاش غادي يدير ليها؟ هادشي اللي غادي نشوفوه في الفيلم ديال اليوم. خليونا نبداو. كيبدا الفيلم ديالنا مع مايلز وصحابه كانوا كيحاولوا يسرقوا واحد الجوهرة، وكل واحد فيهم الدور ديالو. هاد خونا اللي سميتو طولي هو السائق ديالهم، كانوا موقف الطوموبيل وكيتسناهم غير يخرجوا. وهاد خونا سميتو ديكو هو اللي مكلف ليهم بالاختراق ديال السيستيم. ومايلز وايدي هما اللي دخلوا باش يسرقوا الجوهرة، وبالفعل قدروا يوصلوا ليها. تما ايدي مشى باش يوجد هو وديكو الخطة ديال الهروب، وخلى مايلز ياخد الجوهرة. ايدي مع طلع غيتفاجئ بديكو هز عليه السلاح، وهنا غنعرفوا بلي ديكو انقلب على التيم وغادي يتيري فيه. وبدا كيتسنى مايلز يطلع باش ياخد منه الجوهرة حتى هو يتيري فيه. ايدي من بعد ما قتلوا صاحبه غيطيح وجا فوق الطوموبيل ديال البوليس. طولي ملي شاف هادشي غادي يهرب. مايلز خدا الجوهرة وطلع عند صاحبه ديكو، وديكو هز عليه السلاح وقال ليه يا غادي تعطيني الجوهرة ولا غادي نقتلك. مايلز عطى لديكو واحد البسطام وقال ليه غادي تلقى فيه الجوهرة. تما حضروا البوليس وديكو غادي يهرب، ومايلز حتى هو غادي يتسلق في واحد الحبل وهرب لواحد المبنى اللي يلاه كيتبنى. مايلز شاف راسو محاصر وهو يخبي الجوهرة في واحد الفتحة ديال التهوية وغادي يسلم راسو. ديكو من بعد ما هرب غيقلب البسطام اللي عطاه مايلز وما لقاش الجوهرة. مايلز غادي يعتقلوه البوليس، وهما غاديين به غيشوف الطابق اللي خبى فيه الجوهرة، وشاف حتى صاحبه ايدي ميت وعرف بلي ديكو هو اللي قتلوه، وغيحكموا عليه بعامين ديال الحبس. ومن بعد ما دازت المده ديال عامين خونا سال العقوبه ديالو وخرج وهو فرحان حيت غيرجع الجوهره ديالو وغيعيش الحياه. مشى للمبنى اللي خلاه كيتبنى وغيتصدم حيت لقاه ولا مركز ديال الشرطه. من بعد مشى دخل ولاحظ بانه اي واحد بغى يطلع للطابق الثالث كيستعمل واحد البطاقه. تما شاف واحد خونا خدام ليفرور وجاتو الفكره باش يخدم ليفرور، وتنكر على اساس انه كيوصل البيتزا. ولكن واخا هكاك هاد البوليسي ما خلاش يدخل وقال ليه ما يمكنش ليك تطلع للطابق الثالث حيت داك الطابق خاص غير بالضباط. تما مايلز ضرب على واحد الضابط باغي يطلع ومشى عنده وعطاه البيتزا وقال ليه يوصلها للضباط اللي الفوق، وخا في الاصل ما كاين حتى شي ضابط مضموندي على البيتزا. وقدر يسرق ليه البطاقه ديالو. من بعد مشى عند خونا باش يزور ليه الوراق ديالو باش يقدر يدخل للمركز ديال الشرطه. زور الوراق وصايب واحد القلاده ديال الضباط وحتى هي غير مزوره، ومشى للدار وبدا كيتدرب على شخصيته الجديده. الغد ليه ضرب الحطه وقصد المركز ديال الشرطه، جبد البطاقه اللي كان سرق لخونا الضابط ودخل للمصعد. وصل للطابق الثالث ومشى للحمام باش يدخل من الفتحه ديال التهويه ويجبد الجوهره ديالو. في نفس الوقت كانوا شي ضباط كيحققوا مع واحد المجرم. خونا غفلهم وزرب على الضابط وهرب وغيمشي جهه الحمام. مايلز غير سمع شي واحد قاصدو هو يضرب المجرم بالباب ديال الحمام وغيبو. وصلوا البوليس ومايلز عرف بلي خونا مجرم وقال لهم بلي كان باغي يهرب من ديك الفتحه وشديتو. والرئيس ديال المحققين سولو شكون انت، ومايلز قال ليه انا محقق جديد هنايا، وعطاه سميتو المزوره اللي هي مالون. من بعد زرب عليه وعطاه الملف اللي كان قاد، ورئيس المحققين تيقو وكلفوه هو وهذا الضابط اللي سميتو كارل باش يخدموا بجوج. من بعد وصلوا بلاغ على شي سرقه كاينه برا، وغيتحرك مالون وكارل باش يبداو التحقيق في القضيه. وصلوا عند مولشي اللي كان داير شي حكايه بانه تسرق، خداهم حدا الشرجم اللي كان الزاج ديالو مهرس وقال لهم كيظن بانهم من هنا دخلوا. وحيت مايلز كيفكر كسارق وماشي كمحقق قال لهم بلي ما يمكنش شي واحد يكون باغي يسرق غيمشي يهرس الزاج باش يدخل من الشرجم. ومايلز شك في خونا بلي غير كيكذب عليهم. تما بان ليه واحد الكاميو صفر ومشى يقلبو وغادي يلقى فيه داكشي اللي كان قال لهم خونا تشفر ليه. وخونا كان داير تبليغ كاذب باش يستافد من التامين، وغاديين يقولوا ليه بلي هذه اخر مره دير شي حاجه بحال هكا، وعطاوه انذار ومشاو بحالهم. من بعد غاديين يوقفوا حدا واحد المحل. كارل بقى على برا ومايلز غادي يدخل وهو كيتقدى غيدخل عليهم واحد خونا باغي يسرق، وهز على مول المحل السلاح وحتى خونا جبد عليه السلاح. ومايلز ما غاديش يتسوق ليهم. كارل سمع القرطاس وهو يطلب الدعم. واحد شويه السارق غادي يتخبى حدا مايلز ومايلز هز عليه السلاح، ولكن الصدمه هي انه السارق صدق صاحبه طولي. حاول مايلز يهربو ولكن غادي يدوروه البوليس. هنا مايلز غادي يقصدو. وصل عنده وطولي قال ليه من فوقاش وانت خدام مع البوليس، ياك انت غير شفار بحالي بحالك. مايلز قال ليه انا غير متنكر باش نقدر نوصل للجوهره اللي كنا سرقنا هذه عامين، وقال ليه غتعطيني السلاح وخليني نعتقلك باش الضباط يثقوا فيا، وبالمقابل غادي نعطيك $1000 فاش نوصل للجوهره. وغيحيد ليه السلاح واعتقلو. وكارلو صحابو غيتصدموا من الشجاعه ديال مايلز. من بعد غادي يرجعوا للمركز ديال الشرطه، ومايلز مشى يقلب على الجوهره ديالو. وصل للبلاصه اللي خباها فيها وما لقاهاش، وملي خرج عرف بلي كاين شي تسريب ديال المهنه، واستنتج بانه ممكن تكون تحركات الجوهره بسبب الماء. من بعد كيبان لينا ديكو اللي كان خانهم في الاول.
مشى عند اللي زور الهويه لمايلز وسولو فين يقدر يلقاه. خونا ما بغاش يقول ليه، وديكو غادي يضربو وبدا كيقلب تمايا راسو ولقى البطاقه ديال مايلز. نرجعو عند مايلز اللي شرا طوموبيل صغيره فيها كاميرا وحطها في الفتحه ديال التهويه وبدا كيقلب على الجوهره ديالو، وملي كان كيتحكم فيها كان كيدوز من بلاصه لبلاصه باش ما يتقطعش الاتصال، حتى غادي يدخل الغرفه ديال الاجتماعات بالغلط. تما خوتنا بداو كيسولوه شي اسئله على المسيره ديالو كمحقق. خونا بدا كيكذب عليهم وكيختار عليهم في شي قصص، وخوتنا بداو كيصفقوا عليه. من بعدها جا امر باش يمشي يحقق مع طولي، غادي يمشي عنده، وملي دخل عنده طولي قال ليه بلي بغا الدوبل ديال المبلغ اللي اتفقوا عليه. انا مايلز تعصب وغادي يضربوا وجاو غاديين يفكوهم. من بعد مايلز مشى للمكتب ديالو وفتح المكيف الهوائي وبدا كيقلب على الجوهره وغادي يلقاها، ومع بغى يخرجها غادي يدخل عليه كارل وقال ليه بلي راه قلب في السيستيم وما لقى حتى شي ضابط باسم مالون. تما مايلز قال ليه بلي هو راه من الشؤون الداخليه وهو هنا باش يحقق في واحد المهمه سريه خاصه بشي بوليس فاسدين في هذه الكوميساريه. وكارل بطبيعه الحال غادي يتيقو. الغد ليه كان ناوي يجيب الجوهره، ولكن الرئيس قال ليه بلي عنده واحد المهمه دابا. مايلز شاف حتى هي وغادي يمشي معاه، وملي وصلوا تمايا غادي يلقاو الاف بي اي وغادي يقمعوه وقالوا ليه غير سير بحالك انت واللي معاك، حنا راه مكلفين بهذه القضيه. مايلز تحرك من تمايا مع صحابه وما تسرطاتش ليه وشك في شي حاجه ماشي هي هذيك، وهما غاديين شادين الطريق. قال لصحابو بلي كيظن انه الاف بي اي كياخذوا الفلوس باش المخدرات تدوز للمكسيك. صحابو جاهم غير كيخربق ولكن دخل لهم الشك. تما غاديين يتحركوا عندهم، وبالفعل فاش وصلوا لقاو بلي داكشي اللي قال لهم مالون صحيح. وملي رجعوا للمركز ديال الشرطه كلشي بدا كيصفق عليه وغيدخل المكتب ديالو، واخيرا غادي يجبد الجوهره. ولكن تما دخل عليه الرئيس، وخونا بكثرة الخلعه غادي تطيح ليه مع المخدرات. الرئيس قال ليه نزل غادي ناخذوا المخدرات. خونا تصدم وبقى غير كيشوف، ولكن لحسن الحظ ديالو الرئيس قال ليه باش نقدروا نشدوا العصابه ديال المخدرات كامله غادي نرجعوا المخدرات في نفس الكاميو، وانت اللي غادي تكون في الكاميو مع نفس الشيفور اللي كنا شدينا، وغتكونوا تحت المراقبه ديالنا. مايلز ملي سمع هادشي غادي يفرح وقال ليه صافي من هنا شويه غادي نتحركوا. وتحرك عند صاحبه طولي وقدر يهربوا، ودار معاه غير غادي يوصل للجوهره غادي يعطيه الحصه ديالو. من بعدها غادي يركب في الكاميو وتحرك، وغادي يتبعوا ديكو اللي كان مراقبه. غاديين يوصلوا للبلاصه ديال التسليم، وقبل ما توصل العصابه رجع هو اللور وجبد الجوهره، ولكن مع جبدها وقف عليه صاحبه طولي اللي حتى هو كان مراقبه وقال ليه بلي بغى الحصه ديالو. ومايلز صد المايك اللي كان كيتوصل به مع صحابه، والضباط اللي كانوا مراقبينه ما بقاو كيسمعوا والو. طولي ومايلز بداو كيتزايدوا في الهضره حتى غادي يدخل عليهم ديكو، فز عليهم السلاح وزرب المايلز على الجوهره. وفي هذه اللحظه الكاميو غادي يترفع ومشى نيشان عند مول المخدرات، والشيفور قال للزعيم باللي راه مايلز وطولي وديكو ناس جداد بغاو يخدموا معانا. والزعيم شك في مايلز ليكون بوليسي، ولكن مايلز قال ليه بلي انا ماشي بوليسي. تما خونا عطاه السلاح وقال ليه تيري في صاحبك وبين لي هذا الشيء. ومايلز غادي يتيري في ديكو بلا ما يتردد، ولكن قاسو غير في كتفو. تما جاو البوليس والاف بي اي كدعم وغتشبك قرطاس بيناتهم، وديكو ركب في واحد الكاميو ومعاه الجوهره وتحرك من تمايا. مايلز غادي يتبعوه وقدر يركب معاه في نفس الكاميو، وديكو بدا غادي قاصد الحدود المكسيكيه حيت عارف بانه الا مشى حتى دخل الحدود المكسيكيه فالبوليس ما عندهمش الحق يدخلوا عليه. غينقز مايلز وديكو كمل الطريق وقدر يوصل للحدود المكسيكيه، والبوليس ما غاديش يتبعوه حيت ما عندهمش الحق يدخلوا عليه. ولكن اللي غادي يتبعوه هو مايلز، قدر يلحق عليه وتيرا ليه في الريزرفوار ديال الكاميو، والكاميو غادي يتقلب وشعلات فيه العافيه. ومايلز غادي ياخذ ليه الجوهره وقتلو، وفاش رجع ما دخلش الامريكان، بقى برا الحدود. والضابط صاحبه عرفوا على حقيقته وعيط ليه بسميتو مايلز. ومايلز عرف بلي كارل عرف عليه كل شيء من بعد ما كان شك فيه، ولكن ما قدروش يشدوه حيت كان برا الحدود. وسلم على كارل وغيتحرك من تمايا مايلز وهو فرحان من بعد ما وصل للجوهره اللي نوض عليها الروينه، وفي نفس الوقت حر ومشى يعيش حياته في المكسيك. وحتى لهنا غادي يكون سال الفيلم ديال اليوم. تهلاو.